في حياتنا في حاجات صغيرة قوي ممكن تغير نظرة الناس لينا من غير ما نحس. مش شرط تكوني غلطانة، بس تصرف بسيط ممكن يخلي الناس تبطل تحترمك خطوة بخطوة وانتي مش واخدة بالك. النهاردة هنتكلم عن 3 تصرفات لو بتعمليهم مهما كنت طيبة أو قوية الناس هتبدأ تبصلك بنظرة أقل. خلينا نبدأ واحدة واحدة. خدي نفس عميق وركزي في كل كلمة. أول تصرف إنك تبرري كتير. طول ما انت بتحاولي تشرحي كل حاجة بتظهري كأنك محتاجة الناس تفهمك، كأنك محتاجة رضاهم. البني آدم الواثق في نفسه بيشرح مرة واحدة بهدوء وبعدها بيسيب اللي قدامه يفهم أو ما يفهمش. مش لازم تبرري كل تصرف ومش لازم الناس توافقك. اللي بيحبك بجد هيفهمك من غير ما تشرحي، واللي عايز ينتقدك مش هيقتنع حتى لو فضلتي تبرري طول اليوم. فكري في كده، كل مرة تبرري فيها انت بتقولي بشكل غير مباشر انك مش واثقة في نفسك. خد الأمور ببساطة وقولي اللي عندك مرة واحدة، بعد كده سيبي المساحة للصمت. الصمت أوقات بيكون أبلغ من 1000 كلمة. تاني تصرف إنك تسكتي لما حد يقلل منك. أنا عارف ساعات بنسكت علشان نحافظ على شكلنا أو علشان ما نكبرش الموضوع، بس خلي بالك لما تتكرر السكوت بيتحول لقبول. في البداية الناس بتشوف سكوتك أدب، بعد شوية بتشوفه ضعف. كل مرة تسكتي فيها على حاجة وجعاكي انت بتخسري جزء من احترامهم ليكي، حتى لو ما قالوش كده بصوت عالي. مش لازم تهاجمي، بس لازم تقفري عند حدودك. ردي بهدوء، بنظرة، بكلمة بسيطة توضح إنك مش متقبلي الكلام ده. اللي يحترمك فعلا هيعرف إنه غلط، واللي ما يحترمش على الأقل هيفكر 1000 مرة قبل ما يعيدها. خليكي دايما فاكرة، الكرامة مش صوت عالي، الكرامة حضور هادي بس قوي. أما التصرف التالت فهو إنك تحاولي ترضي الكل. الناس مش هترضى مهما عملتي. اللي بيحبك بيحبك زي ما انتي، واللي مش بيحبك مش هيقتنع حتى لو كنتي مثالية. كل مرة بتتخلي فيها عن نفسك علشان ترضي غيرك انت بتخسري جزء من احترامك لذاتك. وفي النهاية الناس بتحترم اللي عنده حدود، اللي بيقول لأ وقت اللزوم، اللي بيختار نفسه من غير ما يظلم حد. الست أو الرجل اللي دايما بيحاول يرضي الكل بيبقى دايما آخر أولويات الناس. اعملي اللي بيريح ضميرك، مش اللي يرضي الكل. اللي هيمشي كان لازم يمشي، واللي هيبقى هو اللي بيحترمك فعلا. الاحترام مش بيطلب، الاحترام بيتاخد وبيتولد لما تبقي عارفة قيمتك وبتعاملي نفسك بنفس القدر اللي نفسك تستحقيه من الناس. ما تبرريش كتير، ما تسكتيش على اللي يوجعك، وما تحاوليش ترضي الكل. اللي فيكي كفاية بس محتاجة تطلعيه بثقة وهدوء. ودلوقتي لو الكلام ده لمس حاجة جواكي دوسي لايك واشتراكي في القناة علشان دايما تفضلي فاكرة، الاحترام بيبدأ منك.